السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله نسوي مرقة البامية للمبتدئين. هاي هنا جبت نص كيلو ويا ثوم، اخذ تقريبا نص هذا راس الثوم، وعندي نص كيلو لحم، واللحم همين ممكن تستعملون ربع كيلو او حسب ما انتو حابين تخلون. وعندنا هنا طماطة، هاي الطماطة لازم تكون لينة بهذا الشكل وبها يعني مي وتكون حمر، لأن مرقة البامية تعتمد على أكثر شي على الطماطة. ومعجون أكيد. أول شي أبدي بيه أسلق اللحم. أنا هنا استعملت اليوم لحم غنم، ضفت له كمية من المي. أنا مو مجرد أسلقه، لا أخليه ينشف يعني بالمي مالته، وخليته هنا على الطباخ على حرارة عالية. وأول ما تبدي تطلع هاي الزفرة هاي لازم نشيلها، وبعدين أنص الطباخ وأخليه يستوي على راحته. وهنا أبدي أقلم البامية، نشيل القمع مالتها والطرف الثاني، وتأكدوا إنه ما تشيلون هواية من القمع، يعني ما تخلون الفتحات ظاهرة على مود يعني لا تطلع المادة اللي تكون بها أو الصمغ. بهذا الشكل شوفوا شلون لازم تكون مسدودة. استمر هنا أقلم كل كمية البامية اللي عندي. أنا اليوم هنا استعملت نص كيلو. وانتو تقلمون بامية لازم تتأكدون انه ما بيها حبات بهذا الشكل، بيها دود، هاي لازم نتخلص منها. بس حبيت اشوفكم هنا شغلة، انتو هم يمكم هيجي يغشون يعني تشوفون بامية ناعمة كلش وتشتروها وما تجوا من البيت تتفاجئون انه خالي لكم حبات كلش كبار. هذا لازم طبعا لازم يغشون. شوفوا هنا طبعا انتظرت اللحم الى ان نشف المي مالته تماما وبدا ينحمس بهذا الشكل، واكيد لازم يكون مستوي. ضفت له شوية زيت بس على مود يعني اقدر احمسه، وبعدين ورا ما نحمسه نضيف له البامية اللي غسلناها. انا اضيف لها كمية من الملح واغسلها زين، وهنا ابدي اضيفها. طبعا صفيتها خليتها بالمصفى الى ان نزلت كل ميها، وبعدين نضيف لها حبات الثوم. انا هنا ضفت نص الراس مالت الثوم قشرته، اكيد هنا تشوفون حبات كلش صغار. وهنا خليت كمية من الملح، واكيد بعدين هم نقدر نذوقها ونضيف لها ملح. نحمسها بهذا الشكل. اكو يضيفون كمية من المي على مود يسلقوها، انا ابدا ما اضيف مي بهاي المرحلة، مجرد اغطي الجدر وهو يبدي البامية تبدي تستوي بالبخار. شوفوا شلون استوت. طبعا كلش صارت البامية لينة لانه اني غطيتها وخليتها تستوي على البخار، ومبين طبعا اللون مالتها متغير. هنا سويت مكان واضيف ملعقتين كبار من المعجون وابدي احمسهم، ولازم نقلب هدوء لان البامية كلش مستوية ممكن تنهرس عندنا، وهاللحم همين كلش مستوي. وهنا ضفت عصير الطماطة، طبعا عصرتها بايدي تقريبا نص كيلو من الطماطة، يعني حسب كمية البامية اللي مستعمليها. اذا استعملتوا كيلو اكيد تستعملون وياها كيلو طماطة، لان هي الطعم مالتها اكثر شي بعصير الطماطة يعني مو بالمعجون. المعجون ينطيها اللون الاحمر، بس الطماطة هي اللي تنطيها الطعم الطيب. اكيد انا ورا ما خليت معجون او عصير الطماطة انا غطيتها وخليتها تفور. كل مرحلة اخليها يعني تاخذ شوية راحتها وتغلي، وبعدين ضفت لها كمية من المي الحار. اخليها على نار عالية، وبعدين من اشوفه بهذا الشكل لاحظوا بدا شوي شوية يظهر الزيت فوق، معناها هي بدأت تستوي. خليت لها همين شوية ملح. اذا تحبون تخلوها للثريد خلوها بهاي المرحلة، يعني خلوا بيها شوية مي. لاحظوا هنا شلون البامية كلش مستوية. وممكن اذا تحبون يعني ويا التمن خلوها بعد يعني تفور على نار كلش ناصية. شوفوها هنا طبعا مرقتنا استوت واللحم همين كلش مستوي. نبدي نصبها. هاي هنا بديت اقدم البامية، وتشوفون اللحم هنا كلش مستوي وذايب، واكيد البامية همين فلازم نخليهم بهدوء لان كلش ممكن ينمردون عندنا. واكيد الحبات اللي تكون كبار تستوي اسرع وتبدي تنفتح. لاحظوا هنا اللحم شلون مستوي، وهذا هو شكله. اكيد نقدمها ويا التمن العنبر. ان شاء الله تكون عجبتكم، الف عافية.